إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو بكل شيء عليم. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك دعاء صدق كما أمرت، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وهادينا وشفيعنا محمد رسول الله، البشير النذير، السراج المنير، بعثه الله بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى بآثاره واهتدى بهديه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أعظم نعم الله على الإنسان أن يرزقه الله الذرية الصالحة. فالأولاد زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عباد الله، فالأولاد رزق من الله، فالأولاد زينة للإنسان العاقل الذي سلكه الله به طريق الهدى. لذلك بين الله في القرآن الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالأولاد قرة عين للآباء والأمهات، فالأبناء زينة الحياة الدنيا، فالأبناء رزق من الله سبحانه وتعالى.
يرزقه من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالله سبحانه وتعالى هو العادل عند الموهبة، هو الفاضل عند الموهبة، والعادل عند المنع. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا راد لما قضيت ولا قاضي لما منعت، لا خافض لما رفعت ولا رافع لما خفضت. فالله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. الأولاد رزق من الله، كما أن الأرزاق المحسوسة رزق من الله، كذلك الأبناء رزق من الله. كما أن الأخلاق رزق من الله، كذلك الأبناء رزق من الله. كما أن العافية رزق من الله، كذلك الأبناء رزق من الله يرزق من يشاء. فالرزق إما شاهد عليك وإما شاهد لك، كما أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى من جانب آخر هو نقمة، كما أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى من جانب آخر هو مسؤولية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت مسؤول عنهم أمام الله. كما أنه إذا اهتدى وسلك طريق الإسلام وسلك طريق الهدى وكان على منهج الصالح، تؤجر عليه أنت ومالك لأبيك، عمله كله يكتب لك، عمله كله يكتب للأمهات والآباء، أجوره كله يكتب للوالدان. كما أن الأجور يكتب للوالدان، كذلك عليهم مسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما نحل والد ولده أحسن من حسن الخلق. إذا علمته الطريق الصحيح، إذا أرشدته إلى الطريق الصحيح، إذا اهتدى بك في الأخلاق والمعاملة والعبادة، ابن آدم ينقطع عنه عمله كله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، ولد يعتاد المسجد، ولد يعتاد التربية، ولد يعتاد القرآن، ولد يعتاد المسجد، ولد يحسن إلى أهله وآبائه، ولد يحسن إلى جاره، ولد يحسن في الطرقات، ولد يحسن في البيع والشراء. إذا انقطع عملك عنك سيستمر عمله للوالدان. انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له. فالأبناء رزق من الله سبحانه وتعالى، فالأبناء موهبة من الله سبحانه وتعالى. فالموهبة يهب الله لمن يشاء، لا معقب لحكمه. لا نستطيع أن نقول لله سبحانه وتعالى لماذا أعطيت فلانا ومنعت فلانا، فالله هو الفاضل والعادل. فالرزق إذا أمسكناه الطريق الصحيح يكون لنا شاهدا، إذا أمسكناه الطريق الصحيح يكون لنا داعيا ومستغفرا، إذا أمسكناه الطريق الصحيح يكون للقرية والجار والمنطقة بأكملها هاديا ومرشدا
وخيرا للمجتمع. فنحن إذا لم نحسن التربية، فنحن إذا لم نحسن المتابعة، فنحن إذا لم نحسن الأصدقاء، إذا لم نحسن اختيار أصدقاء أبنائنا، سنسأل عنه يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الإجازة الصيفية التي تستمر لأيام لا تقل عن 2.5 شهر، ماذا أعددنا لأولادنا وماذا أعددنا لأبنائنا؟ وماذا هو برنامجنا البيتي؟ وكيف يستفيد منه الأطفال؟ وكيف نستفيد منه نحن؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره واهتدى بهديه إلى يوم الجميع والدين. أما بعد فيا عباد الله، زاري باچرو بعربኛ የተናገርኩ የነበረው ስለ ልጆቻችን ነው። ልጆች የአላህ ስጦታ ነው። አላህ ለፈለገ ይሰጣል፣ ላልፈለገ ያቆያል። ለፈለገ ወንድ ይሰጣል፣ ለፈለገ ሴት ይሰጣል። ለፈለገ ወንድም ሴትም አጣሞ አንድ ላይ አርጎ አመዛዝኖ ይሰጣል። አላህ አንድ ስጦታ ሲሰጠን ልጅ ይሁን፣ አኽላቅ ይሁን፣ ዓፊያ ይሁን፣ እድሜ ይሁን፣ ዑምር ይሁን፣ የፈለገው ነገር ሲሰጠን አልሐምዱሊላህ ማለት ነው። ሲከለክለንም ደግሞ አላህ አንተ የከለከልከኝን ጉዳይ ስለሚገባኝ ነው፣ እኔ የማላውቀውን አንተ ስለምታውቅ ነው ብለን ያ ረቢ ለከል ሐምዱ ወሽክሩ ማለት ይጠበቅብናል። ልጆች የአላህ ኒዕማ ነው፣ የአላህ ሽልማት ነው። ሽልማቱን ወደ ቅጣትና እንድንጠየቅበት ሳንመልስ እንዴት አድርገን ኒዕማውን አስቀጥለን አላህ ዘንድም ሸፋዓ እንዲሆኑልንና ዱዓ እንዲያርጉልን አውላድ ሳሊሒን ሳሊሕ የሆነ ልጅ እንዲሆንልን እንዴት አድርጌ ላሳድግ የሚለው የአባትና እናት ኃላፊነት ነው። እኛ ልጅ ስናገኝ ልጅ ማሳደግ ማለት ምግብና አለባበስ መቀየር ብቻ ሳይሆን አኽላቃቸው ላይ መስራት ግዴታ ይሆንብናል። ተርቢያ ሲባል ልጄ የት ነው የዋለ? ምን ላይ ነው ያለ? ምን ሰርቷል? ቁርአን ቀርቷል ወይ? መስጂድ ሄዷል ወይ? ጓደኛው ማን ናቸው? ምንድነው ያስተማሩ ያለ ብለን መከታተል ያለብን ግዴታችን ነው። ኩልኩም ራዒን ወኩልኩም መስኡሉን ዐን ረዕየቲሂ። እኛ አላህ አንድ ነገር ሲሰጠን ወይ ለኒዕማ ነው ወይ እንድንጠየቅበት ነው። ልጆቻችን ላይ ሳንጠየቅበት የዚህ የ2 ወር የክረምቱን እረፍት እንዴት አድርገን እንጠቀምበት የሚለው ስኬጁልና ፕሮግራም የሚያወጣ አባትና እናት ናቸው። ልጆቻችን ምንም አያውቁም። ልጅ 15 ዓመት እስከሚሆን ድረስ ራሱን አውቆ ከጫወታ ራሱን መቆጠብ አይችልም። ውጭ ከመዞር ራሱን መቆጠብ አይችልም። እኛ ነው ክትትል ማድረግ ያለብን። ክትትል ስናረግ ግን ራስ ምታት ብቻ ሆኖ የሚቀር ጉዳይ አይደለም። ከጂሃድ የማይተናነስ አጅር አለው። ከጾም የማይተናነስ አጅር አለው።
ልጃችን በጥሩ መስመርና በጥሩ መንገድ ስናሳድግ አላህ ዘንድ እሱ የሚሰራው ሁሉም ለኛ ይጻፋል። ቁርአን ሲቀራ በእያንዳንዱ ሐርፍ ለሱ አጅር ሲጻፍለት ለአባት ለእናት ይጻፍላቸዋል። ሰደቃ ሲሰድቅ ለሱ ሲጻፍ ለነሱም ይጻፍላቸዋል። ሲጾም ለሱ ሲጻፍ ለነሱም ይጻፍላቸዋል። በአንድ መንገድ እኛ የዓይናችን ደስታ ናቸው ልጆቻችን። በሌላ መንገድ ደግሞ ሰላት ሰግደን አጅር እንደምንፈልግ ልጆቻችንም አሳድገን አጅር እንፈልጋለን ከአላህ። ልጆቻችን ጥሩ መንገድ አስይዘናቸው ከአላህ አጅር እንፈልጋለን፣ አላህ ደግሞ ይሰጠናል። ስለዚህ ሁላችን ሰልቺ ነው ልጆች ማሳደግ፣ ጩኸት ነው፣ ረምሽ ነው፣ እረፍት አሳጥ ነው። በዛው ልክ ደግሞ አጅሩም እንደዚሁ ነው። ማናቆና ማንገምቶ አጅር አለው። በተለይ እናቶች የተጨነቁ የሚዋሉ ቤት ውስጥ የተቸገሩ የሚዋሉት ልጆች ጋር በስንት መከራ ቤት የሚያስገቡ ልብስ የሚቀይሩ የሚያበሉ የሚያጠጡት እናቶች በጣም ትልቅ አጅር አላቸው። እናቶች ቤት ሆኖ ሰላቱል ጀማዓ እንኳን ቤት ነው የሚሰግዱት፣ ጂሃዱ እንኳን ቤት ነው ጂሃዳቸው የሚባሉት እኮ ወልመርአቱ ራዕየቱን ፊ በይቲ ዘውጂሃ ወመስኡለቱን ዐን ረዕየቲሃ። አንድ እናት ከቤቷ ኃላፊነት እንዳለባት አጅር ደግሞ በዛው ልክ አጅር አላት። ልጆቿ የሚሰሩ ሁሉም ለሷ ይጻፍላታል። ባሏ የሚሰራ አጅር ለሷም ይደርሳታል። والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الله عند ቤተሰብ ትክክለኛ ስራና ጥሩ ስራ ሰርቶ አላህ ዘንድ ሲሸለሙ ቤተሰቡም ከሱ ጋር ነው የሚሸለሙት። አባት ሲሸለም እናቱም ልጆቹም ሁሉም ቤተሰብ ከሱ ጋር ነው። ለምን? አጋዥ ናቸውና። ተርቢያ ላይ አግዘዋሉ፣ ቁርአን ላይ ያግዘዋል፣ ጥሩ ስነ ምግባር ሲያስተምሩ አግዘዋል። አባት ለብቻ የሚያገኝና እናት ለብቻ የምታገኝ አጅር የለም። ሁሉም አላህ በዐድልና በፈድል የሚገባውን ለሚገባው አዘጋጅቷል። ልጆቻችን በዚህ 2 ወር የክረምት ሰዓት ምንድነው ያዘጋጀንላቸው ብለን ማሰብና ማወቅ ከአሁኑ ጀምረን ፕሮግራም ማውጣት ግዴታችን ነው። እሱን ካላወጣንና ፕሮግራሙ ላይ ምንጠቀም ካልሆን እኛ ላይም ኃላፊነት ሆኖ ጥያቄ ሆኖ የሚያወጣ ጉዳይ ነው። እንደዚህ የሚቀር ሳይሆን ስርዓት ላይ መጥቶ አላስተማርከኝም የሚል ልጅ ነው። መጥቶ ጥሩ መንገድ አላሳየኝም የሚል ነው። እኛም ደግሞ አስተምረናል፣ አሳውቀሃለሁ፣ መንገድ አሳይቻለሁ፣ ጥሩ ነገር እንድትሆን ጥሩ አኽላቅ እንድኖር አድርጌሃለሁ ብለን አላህ ዘንድም ሻሂድ ምስክር እንዲወጣልን ከአሁኑ ጀምረን ራሳችን አዘጋጅተን ልጆቻችን ላይ ትኩረት ማድረግ ግዴታ ነው። لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 7 ዓመት ሲደርሱ ሰላት ሲገድ ብላችሁ ይዘዟቸው። 10 ሲደርሱ ሰላት ካልሰገድ ብላችሁ መምታት ካልሰገደ። ከዛ በኋላ እየቀጠለ ይሄዳል፣ እየቀጠለ ይመጣል። ተርቢያው እንዴት ነው አወጣጡ አገባቡ? ስንት ሰዓት ነው የሚወጣ? ስንት ሰዓት ነው የሚገባ? ቁርአን ቀርቷል አልቀራም? ትምህርቱ ላይ እንዴት ነው? ጓደኛው እንዴት ነው? ምንድነው አኽላቁ? ምን ያሳየ ነው የሚለው ሁሉም ከአሁኑ ጀምረን አስበንበት የምናሳድግ ግዴታ ስለሆነ ልጆቻችን አሁን በኳስና መንገድ ላይ በዙረት ብቻ ከሚጨርሱና በኋላ እኛም ከዚች ሰዓትና ከዚች ቀናት ከምንጠየቅ ከአሁኑ ጀምረን ፕሮግራማችን ምንድነው? የልጆቻችን ፕሮግራም ምንድነው? ምን መማር አለበት? እዚህ 2 ወር ምን ሆኖ መውጣት አለበት የሚለውን ትኩረት አድርገን ከአሁኑ ጀምረን ካላሰብንበት ጊዜው በጣም ይሮጣልና
እቺ 2 ወር እንድንጠቀምባት ልጆቻችንም ደግሞ ተጠቅመውበት አባት የሚል እናት የምትል ሁሉም ሰምቶ ወደ ቁርአንና ወደ መስጂድ የተመለሱ ቤት ውስጥም ሲሆኑ በአደብ የገቡ በአደብ የወጡ እነሱም ኃላፊነት ስላለባቸው አልዓቁ ሊዋሊደይሂ ላ የድኹሉል ጀና አባትና እናት ማይታዘዝ ልጅ ጀነት አያገኝም። አባትና እናት ማይታዘዝ ልጅ ረሕመት አይደረግለትምና ወጣቶች ተጋግዘን ልጆቻችን ወደ ቁርአንና ወደ መስጂድ መልሰናቸው እቺ 2 ወር በደንብ ተጠቅመንበት ልጆቻችን ሲወጡ በቁርአን እንዲወጡ ሲገቡ በዚክር እንዲገቡ በዚክር እንዲወጡ ወደ አላህ ተመልሶ ወደ ትምህርታቸው እንዲመለሱና በጥሩ ስነ ምግባር በጥሩ አኽላቅ እንዲወጡ ትኩረት አድርገን ስራ አስፈላጊውን ስራ መስራት ስላለብን አላህ ልጆቻችንን እኛንንም ወደ ጥሩ መንገድና ወደ ኸይር መንገድ ያሳውቀን ወደሱ ላይ ይምራን ያል اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اقسم لنا من الخير ما قضيت يا رب العالمين لا تردنا خائبين ولا عن باب رحمتك مطرودين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون